بما أن رجعت فتة ورق العنب ترند، فلازم أرجع أعملها معاكم بهاي الطريقة حرفيا تشهي. والناس اللي ما تحب تلف ورق عنب هالفيديو لإلكم، لازم تجربوها. يلي ما جرب الترند لازم يجربه. صلوا على الرسول. خلونا نبلش. مقلاية رح أضيف زيت زيتون، رح أنزل عليهم بصلة مفرومة ناعم وأحركهم ببعض. كمان رح أنزل عليهم سن ثوم مهروس وأستمر بالتقلاية. رح أضيف لهم حبة بندورة مفرومة مكعبات ناعم وأقليهم بقلب بعض. رح أنزل عليهم كمان معلقة دبس بندورة وأستمر بالتقلاية بهذا الشكل بس لحتى تطلع النكهات ببعض. هون عندي ورق عنب مفروم بشكل عشوائي، رح أنزله كمان على التبلة وأخليهم شغلة 5 دقايق حتى ياخذ ورق العنب نكهة. وبعدين رح أنزل عليهم كاسة رز مصري مغسول ومنقوع وأحركهم شوي ببعض. رح أضيف لهم عصير ليمون، رح أضيف لهم كمان دبس رمان، وكثروا دبس رمان هالأكلة تحب له حموضة. بعدين رح أنزل عليهم كمان شوي بقدونس، ملح وفلفل أسود، وبسم الله ما شاء الله أخلطهم آخر تخليطة ببعض. بعدين رح أنزل عليهم المي وأتركهم على نار جدا هادية لحتى يستوي عندي الرز على التمام. لازم يستوي الرز يعني. وبسم الله ما شاء الله. هم بدي أحضر معاكم الصوص لبن وملح وطحينة، ورح أضيف لهم كمان شوي عصير ليمون وأخلطهم بقلب بعض. وهي رح أرجع أشوف الرز استوى. ما شاء الله تبارك الرحمن، استوى عندي الرز على التمام والطعم غير شكل دمار. خلصنا من لف ورق العنب. هون بسم الله ما شاء الله بدي أبلش أحضر صحن التقديم. رح أنزل الرز على الصحن وأرتبه بشكل عشوائي يعني. إذا تحبوا ضيفوا طبقة خبز من تحت، أنا ضفتها فوق الرز. وبعدين رح أبلش أنزل عليها صوص اللبن ولا طحينة. وبسم الله ما شاء الله رح أزينها بالبقدونس، أضيف لها شرحة ليمون، رح أضيف لها خبز. يلي تحبوه أنتو تفننوا، بس الأهم والأهم أنكم كثروا لها دبس رمان. هالأكلة تحب دبس الرمان. وإذا ما جربتوا الترند لازم تجربوه. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وصحة وألف هنا على قلبكم حبايبي.